في 11 يناير سنة 2024 أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي لمدة 4 مواسم ونص بإجمالي مبلغ 1,700,000 يورو مع نسبة 10% في إعادة البيع. والتعاقد مع وسام أبو علي علشان تدعيم الخط الهجومي للنادي الأهلي هو والفرنسي أنطوني موديست. وعلى الرغم من إن الجميع كان متوقع تألق الفرنسي أنطوني موديست أكتر من وسام أبو علي بسبب إن أنطوني موديست لعب لأندية كبيرة جدا وأبرزها طبعا نادي بروسيا دورتموند، وكان الكل حاطط اماله على انطونيو موديست اكتر من وسام ابو علي في مساله حل الحكم الهجومي اللي كان فيه خط الهجوم للنادي الاهلي. ومع الوقت وسام ابو علي اثبت ان كل دقيقه يعودها لانطونيو موديست هي ظلم من المدير الفني مستر كولر ليه، واثبت بعد كده انه احق بقياده هجوم النادي الاهلي. ووسام ابو علي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري المصري انه ياخد هداف الدوري المصري من اول موسم ليه مع النادي الاهلي، على الرغم من ان النادي الاهلي تعاقد معاه في الانتقالات الشتويه. ومفيش لاعب قدر انه يعمل زي ما وسام ابو علي عمل، انه يجي من الدور الثاني من مسابقه الدوري وياخد هداف البطوله. وده بيثبت قد ايه هو لاعب هجام ومن نص فرصه يقدر يجيب جون. ومركز المهاجم من اهم المراكز جوه الملعب، علشان المهاجم لازم يتميز بشويه فنيات عن باقي لاعيبه الفريق زي الفينش والتحركات بين خطوط الدفاع والانقضاض على الكوره. ووسام ابو علي متوفر فيه كل ده. والحقيقه بعد تعاقد النادي الاهلي مع والتر بواليا وانطوني موديست ومروان محسن وصلاح محسن وكهربا والاداء اللي احنا شفناه منهم، احنا كجمهور النادي الاهلي محظوظين بتعاقد النادي الاهلي مع لاعب زي وسام ابو علي. وادينا شفنا الفرق الفتره اللي فاتت قبل وجود وسام ابو علي وبعد ما جه ازاي بقى عندنا شراسه هجوميه. وهنا انا بتكلم عن وسام ابو علي بس علشان ما نربطش خط الهجوم بالكامل بسبب الاداء اللي بيتقدم من لاعيبه النادي الاهلي. انا زي ما قلت انا بتكلم عن وسام ابو علي بس. وبعد اعتزال الكابتن عماد متعب في سنة 2018 وبعد ما مشي اللاعب وليد أزارو، فضل النادي الأهلي يعاني من المشكلة إن مفيش ولا لاعب يقدر يتقال عليه مهاجم النادي الأهلي. حتى محمود كهربا اللي كان قبل ما يدفع الغرامة اللي كانت عليه لنادي الزمالك وكان كل شوية يتوقف 6 شهور ويرجع تاني، كان بيقدم مستوى مقبول في الخط الهجومي. بس بعد ما دفع الغرامة بقى مفيش ولا واحد أهلاوي إلا وعايز محمود كهربا ما يكونش موجود في النادي الأهلي بسبب الأداء اللي بقى بيقدمه الفترة الأخيرة. والعقدة دي اتحلت لحد ما أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الفدائي وسام أبو علي. وبمجرد ما لعب ودخل في أجواء النادي الأهلي بقى ليه بصمة في أي ماتش يلعبه، إذا كان في الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا أو أي بطولة تانية بيشارك فيها النادي الأهلي. ووصلت أرقامه مع النادي الأهلي الموسم اللي فات إنه شارك في 41 ماتش وسجل 27 هدف وصنع 7 أهداف. وبسبب أداء المميز ليه كلاعب مع الفريق كان لازم على المسؤولين في النادي الأهلي ولجنة التخطيط انهم يحافظوا عليه من العروض اللي بقت تجيله علشان يتعاقدوا معاه. والكابتن محمود الخطيب امر بتعديل عقده مع النادي الاهلي في نهايه الموسم الحالي كتقدير ليه على دوره مع الفريق. والترضيه الماليه دي زي ما قلت الهدف منها اننا نحافظ عليه من العروض الخارجيه وبالاخص دوريات الخليج العربي. وللعلم كان في عرض ليه من الدوري الالماني، لكن النادي الاهلي رفض مناقشه اي عرض يجيله بسبب حاجه الفريق ليه. ولازم على مسؤولين النادي الاهلي مع تعديل عقده ماليا ان يتم تمديد عقده عشان ما نجيش قبل نهاية عقده ويحصل زي ما حصل دلوقتي في موضوع أكرم توفيق وقبل منه رمضان صبحي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد. بس في العموم خطوة تعديل عقد وسام أبو علي ماليا خطوة إيجابية. وسام أبو علي دلوقتي بياخد 900 ألف دولار في الموسم الواحد، وبحسب الأخبار اللي هي دلوقتي بتقول إن مسألة تعديل عقده ماليا ممكن تترفع قيمة عقده من 900 ألف دولار لحد 1,200,000 دولار بزيادة 300 ألف دولار دفعة واحدة. وبصراحة بسبب أدائه ومساهماته التهديفية والمستويات الفنية ليه كلاعب هو يستاهل كمان أكتر من كده، لأننا كلنا شايفين خط هجوم النادي الأهلي قبل وسام أبو علي كان إيه وبعد وسام أبو علي ما بقى موجود في خط الهجوم بقى الهجوم عامل إزاي. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة، بس يا ريت دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك والشير، واستنونا في حلقات تانية أكتر وأخبار كتير عن نادينا النادي الأهلي.